مغامرات جنيه مصري. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والقبل يا ورد. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من جيب رسام الكاريكاتير المصري الشهير صاروخان. انتقلت إلى جيبه أمس في محل شاي مارلي كما رأيتم وسمعتم. صاروخان لما خدني من الجرسون بصلي في اشمئناط وكاد يرجعني للجرسون، لكن لما الجرسون هز كتافه وقال للرسام ان مفيش غيره، صاحبنا بصلي في استسلام وحطني في حرص بالغ ضمن ال4 جنيه اللي خدهم وخرج من المحل على بيته على طول، واستقبلته زوجته بنظرة حائرة. في ايه يا حبيبتي؟ في واحد عسكري جه من سوية بيقول بكرة لازم تفوت على وكيل نيابة السيدة زينب. يا خبر مس ولا بد، وكيل نيابة؟ انا كنت ابتديت انسى حكايات التحقيق اللي كنت بتعرض ليها زمان، دلوقتي لا برسم حاجة عن الوزراء ولا عن الملك. تبقى النيابة عاوزاك عشان ايه؟ مش عارف، بكرة اعرف كل حاجة لما اروح للنيابة. مستحسن برضو تروح الاول للاستاذ محمد التبعي رئيس التحرير بتاعك في اخر ساعة وتعرف منه السبب. برضو علشان حاجة زي كده لازم استنى لبكرة الصبح. الاستاذ التبعي بعد الظهر يستخيل حد يعرف له مكان، الا بقى اذا كان تلميذه مصطفى امين. اسأل على مصطفى امين. مصطفى امين مش هيبان له صاخب الا قرب نص الليل في جريدة الاهرام. تبقى تروح له الاهرام في نص الليل يجيب لك التبعي من تحت الارض عشان تبات مستريح وانا كمان ابات مستريح. انت نسيت يا صاروخان الكلام اللي كنا بنعلمه لك زمان تقوله ايام ما كنت بحققه معاك كل يوم ولا 2 في رسومك الكاريكاتيرية؟ كلام ايه يا استاذ تبعي؟ بتتكلم جد يا صاروخان؟ ده احنا كنا بنحفظك كليشيه مش ممكن حد ينساه، وكنت في كل تحقيق بتخرج زي الشعرة من العجين. شعرة ايه وعجين ايه يا استاذ مصطفى امين؟ انا مش فاكر حاجة ابدا يا استاذ تبعي. تلميذك مصطفى امين بينخولني خالص. هقول لك للمرة 100 الاجابة المحفوظة اللي تقولها قدام وكيل النيابة. تقول له يا حضرة وكيل النيابة، انا راجل غريب مش من البلد دي، وبرسم اللي بيقول لي عليه رئيس التحرير، ورئيس التحرير هو اللي بيكتب الكلام اللي تحت الصورة. يعني يا حضرة وكيل نيابة انا زي الحداد اللي بيعمل مسدس، ما تحاسبش على جريمة بيرتكبها انسان بيشتري المسدس ده. افتكر كلام الاستاذ التبعي واضح يا صاروخان. ها حفظته ولا حفظه لك كمان؟ استنى لحظة يا مصطفى، اديني ورقة وقلم وقول لي كلامك انت والاستاذ التبعي واخدة. وكمان الورق والقلم من عندنا. الله يجازيك يا صاروخان، ضيعت عليا السهرة. وفي صباح اليوم التالي يا سادة يا كرام، ذهبت في جيب الرسام صاروخان إلى نيابة السيدة زينب، وكان قلب الرسام الشهير يدق دقات عنيفة بالأرمان وبالإنجليزي وبالفرنساوي وبالطلياني وبالتركي وبالعربي المكسر. واستقبله وكيل النيابة متلطفا ودعاه إلى الجلوس ريثما يتم تحقيقا كان قد بدأ مع سيدة حسناء تتضوع رقة وعطرا وسحرا. انت بتعترفي بانك انت اللي نشرت الاعلان ده في جريدة الاهرام؟ اكتب يا منصور افندي، وعرضنا عليها الاعلان المذكور في التحقيق. ايوه يا فندم، انا فعلا نشرته ودفعت اجره كمان.
طب تسمحي تقري الاعلان اللي بتقري انك نشرتيه بس بصوت عالي؟ قوي اقرا ونص. انا قلت في الاعلان بالحرف الواحد: لا تتردد ولا تفكر، أسرع بمجرد قراءة هذا الإعلان وأرسل طوابع بريد بمبلغ 20 مليم إلى صاد به 200 بالقاهرة. احذر أن تفوتك الفرصة. يعني أنت بتقري وتعترفي إن الإعلان ده من إنشائك ومن أفكارك ومن تدبيرك؟ فعلا أنا ما أنكرتش الكلام ده في محضر البوليس، وما عرفش إزاي حولوني عن النيابة، مع إنه كان من الواجب إنهم يفرجوا عني بلا ضمان ويحفظوا المحضر فورا. ازاي تبلغ بك الصفاقة انك تقولي هذا الكلام؟ ده احتيال صريح. انت مش نتيجة للاعلان ده تلقيتي طوابع بريد من ناس قروا الاعلان؟ طبعا. كم اجابة تلقتيها وكم طابع بريد؟ تلقيت 4000 جواب، وبالتالي تلقيت طوابع بريد ب80 جنيه. كويس قوي. اديتي للناس اللي بعتولك الطوابع دي ايه؟ ولا حاجة. يبقى ده احتيال ولا لا؟ لا لا لا، مش احتيال ولا حاجة، لاني ما وعدتش بحاجة. انا قلت لهم ابعتوا لي طوابع بريد وبس، ما قلت لهمش هديكوا حاجة قصاد كده. لو كنت وعدت بشيء قصاد اللي ارسلوه وما وفيتش بوعدي، يبقى يا اما قضية مدني يا اما قضية نصب مع كتير من التعسف. ولو كنت وعدتهم برد ثمن الطوابع ولا رديتوش، يبقى تسديد. لكن انا بقى ما وعدتش بحاجة ابدا، وكمان لم اتعهد تعهد قانوني ولا شبه قانوني بحاجة ابدا. يبقى فين الاحتيال يا حضرة وكيل النيابة؟ كانت وجهة نظر هذه السيدة الحدقة، ولا مؤاخذة في هذا التعبير، كانت وجهة نظرها على ما يبدو وجهة نظر قانونية مفحمة، لأن وكيل النيابة أطرق برأسه قليلا وقد اعتمد بها على يديه، ثم قال لكاتب الجلسة: اكتب يا منصور افندي، تحول المتهمة الى مصلحة التحقيق الشخصية للنظر فيما اذا كان لها سوابق من عدمه، فاذا اتضح انه ليست لها سوابق يفرج عنها فورا بلا ضمان. مع السلامة يا شاطرة. لكن مسير الشاطر يقع. انت اعتمدت على ان القانون لا يحمي المغفلين، لكن المرة الجاية القانون مش هيسيبك تفلتي من ايديه ابدا. مفهوم؟ اتفضل يا ميسيو صاروخان. تحت امرك يا سعادة البيه. اسمع يا ميسيو صاروخان، انا شايف على وشك انزعاج وانا احب اطمنك خالص. ما فيش انزعاج ولا خوف يا خضرة وكيل النيابة، انا مطمن خالص خالص انك عاوز تخبسني بس. شفت ازاي انك ظلمتني؟ انا هعتبر حضورك النهاردة زيارة اجتماعية، والتحقيق هبدأه معاك بكرة علشان تستعد. استعد لإيه؟ تستعد يا منصور افندي، روح استعجل الوارد. الكلام اللي هقوله لك يا ميسيو صاروخان ارجو انك تعتبره سر مطلق بيني وبينك. انا راجل وطني قبل ما اكون وكيل نيابة، وعشان كده بحاول افسد التدابير الحزبية من غير ما اخرج على رسميات وظيفتي. بسويس سعادة الوكيل، بسويس. انا العربي بتاعي مش مخليني افهم اللي سعادتك بتقوله. ببساطة السرايا طالبة مني اني احبسك باي شكل، علشان رسم انت عامله لرجال الاحزاب واقفين كلهم على جزمة كبيرة قوي، والجزمة الكبيرة قوي دي من موديل انجليزي ما بيلبسوش في مصر غير الملك. يعني مطلوب مني احبسك بتهمة انك بترمز للملك بانه جزمة. لكن يا سعادة الوكيل انا اجنبي، انا غريب، انا برسم اللي يقول لي عليه رئيس التحرير. المرة دي مطلوب اعتبارك فاعل اصلي، مش مجرد بغبغان او نجار او حداد، لانك راسم الجزمة اللي بيلبسها الملك بالذات، وسايب رباطها مفكوك زي ما هو متعود يسيبها من باب الانزحة. عشان كده ما تفتحش بقك دلوقتي. انا هديلك وقت تتشاور فيه مع الاستاذ السبعي وتوصيه بكتمان السر اللي قلته لك ده، وتجيلي تاني يوم باجابة مقنعة عشان تنفذ من قرار حبسك تحت ذمة التحقيق. ورغم الروح الطيبة بل الروح الفدائية التي أبداها وكيل نيابة السيدة زينب، فإن الرسام صاروخان خرج وعرق مرقه، وأصبح لأنفاسه ودقات قلبه صوت مسموع من على بعد مئات الفراسخ. وبينما كان هو يضرب أخماسا في أسداس وتتهدج منه الأنفاس،
في انتظار مقابلته للأستاذ التابعي المرهف الإحساس وتلميذه مصطفى أمين ابن الناس، استكنت أنا في هدوء في قلب محفظته، سائلا الله ألا أفارقه حتى لا تغيب عني بقية الحكاية. فإلى اللقاء غدا بإذن الله أيها الأحباب، إن شاء الله العلي القدير التواب. إلى اللقاء غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان، إن كان لنا أجل حتى تعرفوا ما بقي من أخباري وما استجد من تفاصيل مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس